50% سيل على الويب سايت بتاع اديداس مصر، وهقول لك كمان ازاي تاخد 20% خصم زياده على السيل اللي هو اوريدي معمول. تعالوا ناخد جوله جوه الستور، نشوف ايه الديلز، ايه الحاجات اللي اي كلام، ايه الحاجات اللي هي البرايس بتاعها لا لسه اوفر حتى لو عليها سيل. بس قبل ما نبدا الفيديو، طبعا كلنا شايفين اللي بيحصل في سوريا وفي تركيا. اللي يقدر يساعد ما يتاخرش. بالنسبه لينا هنا في مصر، انا وجهة نظري اضمن طريقه ان انت تقدر تساعد بيها من خلال الهلال الاحمر المصري. الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك هتكتب الهلال الاحمر المصري، هتظهر الصفحه. طرق كتير جدا للتبرع، ايا كان المبلغ اللي انت عايز تتبرع بيه، مش محددين طبعا مبلغ معين. اللي يقدر يساعد باي حاجه ما يتاخرش. خلينا نبدا الفيديو ونفتح الويب سايت بتاع اديداس مصر. اول حاجه هتظهر قدامك بانر كبير مكتوب end of season sales back. يعني ده سيل في الغالب هيبقى على الحاجات الشتوي اكتر شويه. في حاجات صيفي في النص هنلاقيها، لكن هي معظمها على الحاجات الشتوي. بس احنا طبعا تركيزنا كله على السنيكرز، مالناش دعوه باللبس خالص. لو نزلت تحت كده مثلا، يعني هتلاقي مثلا محمد صلاح بيجري، طبعا بعد اللي حصل فيه من ريال مدريد. الرحمه يا كريم من ليفربول، ارحموا عزيز. خلينا نخش على السيكشن بتاع السيل على طول، وهنروح طبعا على السنيكرز. اول حاجه طبعا احنا ممكن نغير الترتيب زي ما احنا عايزين، ايه الاجدد، ايه الحاجات اللي سعرها اقل، الحاجات اللي سعرها اعلى، الحاجات اللي عليها ديسكاونت قليل، لا الحاجات اللي عليها ديسكاونت عالي قوي. انا هسيبها راندوم كده، مش هنختار حاجه معينه، بس انا هعمل حاجه واحده بس من الفلتر هنا. والبراند هختار اوريجينالز. ليه اختار اوريجينالز؟ عشان باقي الحاجات هتبقى خاصه بالرننج والسبورتس الكلام ده كله، انا مش هركز على الكلام ده، انا هركز على الاوريجينالز بس. طب يعني مبدئيا كده اول ديل انا شايفه ال NMD R1. طبعا ده الفيرجن الاولاني خالص، اول فيرجن، لكن زي ما انا بقول على طول على ال NMD ان الزمن غدار. يعني ال NMD ده كان عليه هايب كبير جدا من 2014 و2015، الفترة دي كلها اعتقد لحد فترة 2018. فحاليا عليه سيل حلو، انا شايفه سيل كويس، مقاسات كتير متاحة، معظم المقاسات تقريبا متاحة. سيل اللي عليه 30%. خلينا نرجع كده تاني ونبص ايه الديل اللي قدامنا تاني. طبعا ال NMD ده الفيرجن 3 اللي هو نزل في 2021 تقريبا، اول 2021. نزل منه الوان كتير جدا، وللاسف يعني ما نجحش النجاح اللي هم كانوا متوقعين. ده لون من الالوان اللي عليها السيل، يعني برضو فيها كذا مقاس، عليه برضو 30%. نخش لو حد عايز حاجة كلاسيك بقى، الكونتيننتال 80 أنا شايف سعره حلو جدا، 2400. في كذا مقاس موجود، اللون الأسود وفي اللون الأبيض، مقاساته قليلة طبعا، 46 41 تلت وتلت بس. سنيكر ده يعتبر زيه زي السوبر ستار والستان سميث كده، الحاجات الهيستوريكال في أديداس أو ليها تاريخ في أديداس. فأنا شايف إن سعره حلو، يعني سعره حلو إن أنت هتجيب سنيكر مريح في اللبس العادي. مش هنقول ان احنا بنلبس حاجة 12 ساعة والكلام ده كله، لكن هو كويس كلاسيك بالنسبة لي، زيه زي الاير فورس، مفيش اي اختلاف بينه وبين الاير فورس. NMD V3 برضو، الار 1 V3 نفس الكلام. الوان تانية، الوان تانية. سوبر ستار لون مختلف بس شوية، بس سعره حلو. لو انت مقاسك من المقاسين اللي موجودين دول، سعره حلو جدا، 1700 جنيه. انا عارف ان هو مش الكلاسيك او الاوريجينال سوبر ستار او اللون الاو جي يعني زي ما بيقولوا في النايكي يعني، بس شكله حلو، هيبقى في الصيف يعني، في تدريجة الوان كده لذيذة يعني. في لون تاني كده، خلينا نبص عليه هل عليه سيل ولا لا. عليه نفس السيل بس مقاس 40 بس. في ستان سميث هنا، بس ده كان كولابريشن مع ديزني، لو الناس عارفة يعني كلمة اللي هو كان الضفدع اللي هو كان في ديزني. سنيكر شكله لذيذ، بس هي الفكرة مقاس واحد، مقاس صغير قوي يعني، مقاس بنات يعني. نفس الكلام ستان سميث برضو، وكولاب تاني برضو مع شخصية بونوكي طبعا المشهورة جدا. شكله مختلف، الديزاين بتاعه مختلف شوية عن الستان سميث الكلاسيك اللي احنا كلنا عارفين. اوزبيجو الفيرجن بتاع ريال مدريد اللي لسه مطلع على ليفربول من كام يوم، اول بلاك سنيكر بيزك حلو جدا مريح. ده بقى فعلا مريح شوية، عليه تاتشز كده ريال مدريد. الفانز بتاعت ريال مدريد هتحب قوي السنيكر ده. بس هو في مقاسين بس، 40 و41، سعره 2400. انا شايف سعره مناسب جدا. يعني بص كده على البيج اللي بعد كده، الاوزويجو سيلوكس، زي الاوزويجو اللي احنا عملنا ريفيو قبل كده، فيرجن بتاع ارسنال. عليه برضه تاتشز كده لذيذة، لونه مختلف شوية. ده فيه مقاسات أكتر شوية، سعره 3000 جنيه بعد الديسكاونت. سيلوكس تاني أهو، لون تاني. أنا ليه دايما برشح الأوزو جو سيلوكس؟ لأن هو فعلا مريح، مش هتحس إن أنت متأيد وأنت معاك السنيكر ده. أنا عارف طبعا المقاسات قليلة شوية، ولكن ده طبيعة السيل، أي سيل بيحصل لازم المقاسات بتكون قليلة شوية. في NMDs تانية برضه، ستان سميث مرة تانية. وزيليا يعني ما بتكلمش عنه كتير لأن يعني مش أفضل شكل بالنسبة لي، بحاول ألقط الحاجات اللي تستاهل شوية. ZX5K ده أنا شايفه حلو، حلو جدا. وفي بوست برضه كنت اتكلمت عنه في الفيديو بتاع
ويب سايت فوت لوكر. مش فاكر سعره كان كام ساعتها، ولكن هو حاليا سعره 2500 جنيه. مقاسات معقولة اللي موجودة، حد اللي بيدور على حاجة كلاسيك كلها اسود. السنيكر ده حلو جدا، نفس السنيكر اهو، نفس السنيكر برضو، بس كلر بقى كلرفول اكتر شوية لو حد بيحب الكلام ده. ماتيريال تانية خالص، ده حلو جدا، شايف ده حلو قوي. سعره اغلى شوية من التاني، لون تاني اهو، لون مدي على اوليف شوية، ده فيه مقاسات اكتر شوية. بس لو انت مقاسك موجود في الاسود وموجود في اللون الاوليف او اللون البيج اللي احنا شفناه، خد الاسود لان هو سعره افضل بكتير. زي اكس 22 برضو دوت حلو، قريب من ال 5K، في كذا مقاس برضو، لونه بس هو اللي مختلف شوية، ولكن انا شايفه حلو. في لون تاني اسود، ده سعره اغلى شوية، لكن شايف الاخضر سعره مناسب. سيلوكس تاني اهو، لون مختلف تاني. بحاول القط الديلز اللي هي الحلوة وتستاهل. يعني في حاجات قدامي، في الفورم لو مثلا، شفت كتير وعدى قدامنا كذا واحد فورم لو حلوين، بس يعني بحاول ادور على حاجة ديل كويس قوي. مش قصدي ان الفورم لو وحش، ولكن انا قصدي ان مثلا فورم لو عادي موجود على طول. فورم لو طبعا حلو، بس انا هقول لكم على واحد دلوقتي، بس خلينا نكمل كده. اوزويجو تاني، سي اكس 2K، ده فيرجن بتاع ريال مدريد، مقاس واحد بس 46. سنيكر شكله حلو جدا. في الجازيل برضو، يعني في كذا لون كده، يعني لو واحد بيحب الالوان دي، انا بالنسبه لي الجازيل الكلاسيك شكله احلى شويه. طيب دي اخر بيج برضو ال NMD R1، بس يعني لا شكله سيء الصراحه. يعني اول واحد احنا اتكلمنا عنه، نرجع لاول بيج تاني اللي هو البلاك ده افضل واحد. كنت قلت لكم على الفورم لو، يعني حلو، بس يعني انا بالنسبه لي هات الكونتيننتال احسن. فورم لو ممكن يجي هو رقم 2 بعديه. ده لذيذ، انا شفته في الستور برضو، مش فاكر كان عليه برضو سيل في الستور ولا لا، بس مقاسات فيه قليلة، سعره حلو جدا لو انت مقاساتك صغيرة. في كولر التاني برضو، الكولر التاني مفيش عليه سيل، بس فيه مقاسات اكتر شوية، وهو بالسعر لا انا اروح معلش مع احترامي يعني للفورم لو. الهيستوري بتاعه برضو خلي بالك هو باسكت بول سنيكر برضو. لا انا كونتيننتال 80 ده بالنسبة لي افضل ديل حاليا على الويب سايت. وكل اللي احنا قلناه ده كونتيننتال 80، سواء بقى اسود او ابيض حسب المقاسات، والال ام دي ار 1، دول افضل 2 ديلز او افضل ديلز دلوقتي في السيلز اللي موجوده حاليا على الويب سايت بتاع اديداس مصر. كنت قلت في الاول ان انت تقدر تاخد كمان 20% زياده. هنفتح كده ال NMD، نختار اي مقاس، نعمل له اد تو باك، المفروض ان هي كارت يعني ايا كان بقى، شنطه باج اي بتنجان. بص هنا كاتب لك ايه، لما تعمل ساين اب، تعمل اكونت جديد، هتاخد وتحط الكود دوت، تاخد 20% اكسترا. انا هاخد الكود اهو، احط الكود هنا واعمل سبميت ابلاي. بص سعر السنيكر بقى كام، من 350 خدت 630 زيادة كمان على الديسكاونت اللي موجود. فده ديل قنبلة مع احترامي لأي حد. خلينا نروح للكونتيننتال اللي انا قلت عليه، اد تو باك برضه. احنا اوريدي عاملين الكارت فيها ال NMD. خلينا نلغي كده ال NMD عشان نشوف بس السعر بتاع الكونتنت هيبقى كام. تخفيض 490 جنيه زيادة على السيل، هيجي لك يعني هيبقى سعره 1960. انا عايز حد يقنعني، هل في سنيكر دلوقتي بالسعر دوت من اي براند تانية بعيدا عن اسكس؟ انا عارف ان اسكس فيها، بس كلمني عن نايكي. هل انت عمرك شفت في حياتك سنيكر في نايكي بالسعر ده؟ لا. حتى لو بسعر 2450 بعد السيل؟ لا. طب حتى لو من غير سيل خالص ب 3250 اللي هو السعر الاوريجينال بتاعه؟ برضه لا. نايكي معروفة ان اسعارها غالية جدا، وده مش كره او تحامل على نايكي، ولكن انا بقول اللي في مصلحتك انت، اللي في مصلحتك. انا شايف ان دول افضل 2 ديلز موجودين دلوقتي على الويب سايت بتاع اديداس مصر. زي ما احنا شفنا كده، في ديلز كتيرة حلوة، في حاجات لا انا حسيت ان هي ما تستاهلش قوي. وقولوا لي تحت في الكومنتس، هل انت شفت الاسعار مناسبة؟ هل شفت الديسكاونت فعلا حقيقي ولا لا؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لايك، شير للفيديو لكل حد مهتم بعالم السنيكرز. اعملوا لي فولو على انستجرام، تيك توك عشان يوصلك كل جديد خاص بعالم السنيكرز.